السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو وصفة جديدة. بغيتي تحضري وصفة للغوتي سهلة مهلة، مقادير بسيطة متواجدة في كل بيت. ما عليك غير تبعي معايا لا فيديو باش ينجحوا معاك فطائر حلوة او بريوش بعجين ناجح قطني مصوف رطب وخفيف بحال الريشه. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. واذا كنتوا لاول مره كتزوروا القناه شاركوا فعلوا جرس الاشعارات باش توصلوا بجديد الفيديوهات. فكنتمنى تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم للمزيد من الاستمراريه، وبارطاجيو الفيديو باش يستافد عدد كبير من المشاهدين. نمروا للوصفه ديالنا وبسم الله وعلى بركه الله نبداو. غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، غادي نضيف لهم معلقه كبيره ما تكونش بومبي ديال خميره فوريه، كاس الا ربع ديال العنبه ديال الماء اللي كيكون دافي ما يكونش سخون. كنأكد بان الماء يكون دافي. هنا غادي نخلط هاد المكونات. هنا حاجتنا باش هاد السكر يتفاعل مع الخميره. هنا غادي نغطيهم وغادي نخليهم واحد 10 ديال الدقائق. ومن بعد ما غادي يتفاعلوا ليا كيف ما غادي تلاحظوا معايا المزيج ديالنا كيدير فقاعات. هنا غادي نضيف باقي المكونات، ثلث كأس ديال العنبه ديال زيت المائده ما يعادل 50 غرام، الكاس ديال العنبه اللي كيوزن 150 غرام، بيضه بحراره ديال المطبخ، هنا غادي نضيف جوج مكونين اللي كيتواتاو بزاف مع هاد الفطائر او البريوش وكيضيفوا لنا واحد المذاق جد رائع. عندي ضفت 2 معالق كبار ديال ماء الزهر، واحد قشره ديال البرتقاله تكون كبيره محكوكه، وإلا ما كانش عندكم البرتقاله كبيره غادي تضيفوا 2 قشرات، 2 ديال البرتقالات، يعني 2 قشرات ديال 2 برتقالات، لانهم كيتواتاو بزاف كيخرجوا لنا واحد المزيج رائع بزاف. هنا غادي نضيفوا كذلك واحد 4 معالق صغيره ديال الملحه، كيس ديال سكر فانيلا، غادي نضيف كذلك واحد المكون اللي كيضيف لنا الهشاشه لهاد البريوش، واحد المعلقه كبيره ديال الخل. يعني انا هنا استعملت الخل العادي، اي خل عندكم، انا استعملت خل عادي. غادي نخلط هاد المكونات مزيان تيندمجوا مزيان مع بعضياتهم. وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق، وباقي غادي نضيف مكون اخر من بعد الدقيق. هنا غادي نضيف بعد الدقيق كيكون مغربل، يكون من الافضل دقيق نوع جيد، يعني الدقيق اللي يكون من الافضل خاص بالحلويات، لان ملي كتضيفوا دقيق من غير اللي كيكون خاص بالحلويات راه تيقوني راه المذاق او يعني الجوده ديال داك الحلوه راه ما كتجيش هي هذيك، يعني كيختلف اختلاف كبير بزاف، النتيجه ما كتجيش هي هذيك. يعني من الافضل كنأكد يكون دقيق يكون خاص بالحلويات. هنا غادي نبدا نخدم غير بالملعقه الخشبيه، وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه صغيره تكون بومبي ديال الخميره ديال الحلويات، يعني تقريبا ما يعادل 6 غرام. وانا كنخلط وانا كنضيف الدقيق في هذه المرحله، يعني كنبداو نضيفوا هنا الدقيق غير شويه بشويه، لان خصنا نحصلوا على واحد العجين اللي كيكون خفيف كيف ما غادي تشاهدوا معايا. انا غنبقى غادا وكنضيف الدقيق شويه بشويه. خصنا نحصلوا على عجين اللي كيكون خفيف وكيكون هذا هو القوام ديال العجين ديالنا، عجين اللي كيتلاصق كيف ما كتشاهدوا، عجين يكون كيلتصق. هنا غادي نغبر واحد شويه الدقيق من الاسفل
وكذلك حتى من الاعلى ديال العجين. وانتم كيف ما ممكن تاخذوا اناء يعني اخر وكتغبروا هكا بالدقيق وتوضعوا فيه هاد العجين ديالكم. كيبقى لكم كل الاختيار. انا غنكتفي بهذه الطريقه هذه هكا. غادي نغبر العجين ديالي بالدقيق من الاعلى وغادي نغطيه كذلك وغادي نخليه يرتاح من 20 حتى ل 30 دقيقه. كيبقى دائما على حسب الحراره ديال الجو. انا بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي خدا معايا 400 غرام ديال الدقيق ناقص معلقه كبيره. يعني هنا العجين تيكون خفيف كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا غادي نمر باش غادي نشكل منه كرات اللي كيكونوا متساويين في الحجم. كندهن يديا بالزيت وكذلك حتى سطح العمل. تيقوني فطائر او بريوش كيجيو لذاذين من ألذ ما يكون بعجين ناجح 100%. كيجي قطني خفيف رطب. يعني ما نقول لكمش يعني جربوه وخليوا لي الاراء ديالكم ان شاء الله في التعليقات. غير شي دعوات الخير وواحد لايك للفيديو الى عجبكم. انا غادي نستمر كنقطعهم. هنا غادي ناخذ كل كره كنبسطها وكنعمرها هكا. كنوضع فيها الشوكولات كيف ما ممكن نتوما توضعوا فيها الفواكه الجافه، اي نوع عندكم من الفواكه الجافه. كيف ما ممكن كذلك توضعوا العنب المجفف او توضعوا كذلك الشوكولات ديال الدهن الا كنتو كتوفروا عليه، او تخلطوا الشوكولات كذلك وتوضعوا معاهم شويه الفواكه الجافه. كيبقى حسب المتوفر عندكم. كيف ما كنعرفوا الاطفال كيبغيو هذا النوع ديال الفطائر لانهم كيجيو لذاذين بزاف. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوا وليداتكم ويعجبوا كذلك حتى ضيافكم. كنتمنى تبارطاجيو كذلك الوصفه فضلا وليس امرا باش يستفد عدد كبير من المشاهدين. هنا غادي نستمر حتى نعمرهم كاملين. فعلا هاد البريوش اللي كيستحق فعلا تجربه. في هاد الاثناء غادي ناخذ اللاطه اللي كتدخل للفرن. غادي ندهنها بزيت المائده. وانتم اللي عندكم الورق ديال الطهي راه من الافضل. انا هنا تسالى ليا الورق ديال الطهي اكتفيت دهنت اللاطه بالزيت. كنوضعوا هاد الكويرات ديالنا او الكريسات يعني كنوضعوهم متباعدين لانهم عاد غادي يتنفخوا. كنحاول نخليهم دائما هكا يكونوا هكا نجمعوهم يكونوا هكا بومبي باش ما يطيبوا يجيونا هكا عاليين ما نبسطوهمش. هنا كندهنهم بصفار بيضه وغادي ناخذ واحد المقص يعني هنا باش كنعطيهم واحد الشكل جميل وغادي نقطعهم كيف ما غادي تلاحظوا معايا هنا في الصوره. وغادي نزينهم كذلك من الاعلى بسكر سنيده. وهنا في هذه الاثناء غادي نخليهم يخمروا 10 ديال الدقائق فقط. وفي هذه الاثناء اللي هما كيخمروا كنكونوا هنا مسخنين الفرن ديالنا على 180 درجه اسفل واعلى. كندخل لاطه الفرن كنطفي الاعلى وكنخلي غير الاسفل اللي شاعل عليهم. كنخليهم حتى كيطيبوا وكيتحمروا لينا من الاسفل تقريبا عندنا من 10 حتى 12 دقيقه. من بعد كنطفي الاسفل وكنشعل عليهم الاعلى وكنخليهم حتى كيتحمروا وكياخذوا لينا داك اللون هكا الذهبي اللي كيجي رائع بزاف. وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. فطائر حلوين او بريوش بعجين اللي هو ناجح من اسهل ما يمكن تحضروا للغوطي بمقادير اللي هي بسيطه ومتواجده في كل بيت. غادي نقسم معكم واحد وحيده باش تشوفوهم كيف جاو. كيجيو رائعين لذاذين ريحتهم كيف ما قلت لكم كتشم من باب الدار. كيجيو قطنيين خفافين بحال الريشه مصوفين رطبين. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم والى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بواحد اللايك وواحد التعليق زوين بحالكم وواحد دعوه الخير خليوها ليا في التعليقات.
وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.